السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. هنخش اوام يا ولاد على الفيديو بتاعنا. طبعا يا ولاد هقول لكم ايه حكاية الفيديو ده. مش عارفة ايه اللي حصل فيه وانا مسحته تاني، الا ربنا يستر ويطلع سليم. الطاسة دي فيها شوية، حطيت شوية زيت، وده اللي حطيته فيها شوية بتنجان وشوية بطاطس مقطعهم مكعبات. كنت نقعهم في مية وملح، صفيتهم من المية والملح، عصرتهم كويس ونزلت عليهم في الطاسة دي يتحمروا كده. ليه؟ لان عايزه اقول لكم المدام عماله كل يوم اقول لها مدام اعمل اكل، تقول لي اي حاجه اي حاجه. جات النهارده قالت لي نصره ولا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا مكرونه بالبشاميل ولا كريمه ولا اي حاجه، اعملي لنا اي اكل غريب، اي اكل، اي حاجه، كل يوم يقولوا لي اعملي اي حاجه. عملت اي حاجه. بعد يا حبايب قلبي ما شلت شويه البتنجان والبطاطس اللي اتحمروا دول، نزلت عليهم حبايب قلبي ببصلايه حلوه كده جميله. تمام. وشوحتها لحد ما اصفرت، نزلت عليها معاها كمان بفصين من الثوم، وكمان بفلفلايه رومي كده متقطعه. هيتشوحوا كده وهنشيلهم. وايه يا نصرة الاكله اللي انت هتعمليها النهارده؟ هعمل لكم ايه يا ولاد؟ هعمل حاجه بسيطه قوي قوي من الاكل ده. والاكل ده طبعا رخيص ويناسب الظروف اللي احنا فيها، ومغذي ومفيد ويدفي، يعني في كل الجمال والحلاوه والملاوه. وكمان لو عندكم اللي هي الحلبسه دي، شوربه الحمص دي يا ولاد، حمص البليله ولا بليله الحمص، اعملوها معاها تبقى ماشيه قوي حلوه. تاكلوا معلقه من هنا وتشربوا شويه شوربه من هنا، تدفي كده ومغذيه ولذيذه، وعلى قد الجيب وعلى قد الايد، وكلها خيرات ربنا وكله نعمه. وزي ما قلنا يا ولاد قبل كده، البطن ما بتشكرش، تديها اللي تديهولها مفيش فايده. وكمان يا حبايب قلبي لما الفلفل والبصل بتاعي اتشوح وبقى تمام التمام، نزلت عليه بكوبايه رز على عدس، يعني نص كوبايه عدس على نص كوبايه رز. غسلتهم وهشوحهم في الطاسه دي. وكمان مفيش مانع ان احنا نحط مكعب زبده كده يحل الدنيا، وكمان شويه بابريكا وشويه كمون وشويه فلفل وشويه ملح. هنعمل شويه كشري اسكندراني كده لزاز ظراف جمال حلوين. الاكل الحرش الجميل ده والله يا اختي عجبهم ما عجبهمش يشربوا شويه الشوربه وخلاص. انا اقطع نفسي، انا برضو واحده شقيانه وتعبانه ومن حق اتغذى. قولوا لي يا اولاد، وهقدمه لكم بطريقه مختلفه مبتكره. هنسيبنا بقى بالبيض المدحرج والبيض المدقلج. خلاص انا يا اختي قربت اتدحرج، قربت اتدقلج. هو ايه المرار ده؟ وكمان سبت شغلي واكل عيشي وقعدت اعمل في الفيديو تاني، مسحته ومنتجته من اول وجديد. اعمل ايه يا ولاد؟ اعمل ايه يا ولاد؟ وترى الناس يا اختي عماله تكتب لي في التعليقات يا نصره الفيديو مش ماشي مش ماشي. شايفين يا ولاد؟ شايفين نصره والنصره يا رب عيني عيني وقوني يا رب، عيني وقوني يا ولاد. انا على قناه مامتي وسط الحلل والمعالق يا ولاد فعلت في ميزه التشكرات. ميزه التشكرات ده اهي. دلوقتي اخش لكم على الصلصه دلوقتي. ادي يا ولاد الصلصه، معلقه زيت وفصين من الثوم. وهنعمل الصلصه بقى بتاعه الاكله اللذيذه اللطيفه دي، لكن هعملها بتكات نصره وحركات نصره. وشويه الرز بالعدس بتوعنا استووا بقوا جمال الجمال اهو. تمام. هننزل بمعلقه خل يا ولاد. بعدت الطاسه كده يا ولاد عشان التليفون، انا مش معايا كل شويه مبلغ اجيب تليفون، انا لا خلاص انا تعبت. وحطيت شويه بابريكا وشويه كمون وشويه كزبره يتحمصوا كده في الطاسه الحاره السخنه دي كمان. ومعايا شويه كزبره خضراء هحطهم. والطماطم اللي انا احطها دي، الطماطم دي انا مسبكاها. يعني بجيب الطماطم اقطعها وارش عليها رشه ملح ورشه سكر وشويه ميه صغيرين واسيبها على النار تتسبك، تاخد وتدي كده، تاخد وتدي مش عارفه ودي. تمام. لحد ما تتسبك وتطلع الميه الزياده اللي فيها. يعني كده انا مش محتاجه ان انا اسبكها تاني. انا بس هقلبها كده، احط لها نص ليمونه وحيقها، لو ناقصه ملح احط لها شويه كزبره خضراء وعصره ليمونه وشويه شطه كده. ومش هقول لكم بقى على الجمال والحلاوه والملاوه. وقولوا لي يا حبايب نصره كده، ايه رايكم في هذه الاكله؟ لازم يا ولاد الفيديوهات انا بعملها لكم حبايب قلبي، فردوا عليا وقولوا لي حلوه ولا وحشه. وهنا يا ولاد جبت بيضتين، لكن بعيده عنكم البيضتين رغم انهم كانوا بره، لكن سقعانين سقعانين كده وماسكين في بعضوياتهم، ماسكه بنت لذينه. اعمل ايه يا نصره؟ رشه فلفل ورشه ملح. ورحت يا ولاد جبت شويه لبن عشان افكهم من بعض. ماسكين يا ولاد في خناق بعض. تمام يا ولاد يا حلوين يا مقطقطين. تمام. وحطيت هنا شويه لبن عشان افك الكلام ده اهو، عشان اسيبهم من بعضيهم. ورحت جايبه بقى يا شطار يا الحلوين، جبت بقى الحاجات بتاعتي الجميله، اللي هو الفلفل والبتنجان والبطاطس اللي انا محمراهم مع البصل مع الثوم مع
مع ايه، مع معلقتين كمان من الكشري الاسكندراني الجميل بتاعي بعد ما بارد. وعملت بقى ايه، هعمل بقى الديكور اللذيذ الجميل، ونبعد يا اختي عن المدحرج والمتدحرج، انا زهقت منه يا اختي. كمان في الطاسه الجميله دي هنحط ايه، مكعب من الزبده اللذيذ اللطيف. واقول لكم بقى على الديكور الجميل، وقولوا لي ايه رايكم في الحلاوه والملاوه يا ولاد. عايزه اقول لكم بقى ميزه التشكرات دي، مثلا ايه، حد بيحب نصره يروح باعت لها حتى جنيه. انا مش قصتي الفلوس، انا قصتي كده عايزه اعرف ان الميزه دي اتحققت عندي ولا لا. فيا ولاد حتى بعتوا لي جنيه على ميزه تشكرات كده، عشان احس كده ان انا زي القنوات الكبيره الحلوه كده. ارفعوا معنوياتي يا ولاد. الجنيه والله ما هيجيب حاجه، ولا ال5 جنيه حتى، ولا ال10 جنيه هيجيب حاجه، بس هتعمل معايا ان ترفع معنوياتي، واعرف ان انتوا فاكريني وبتحبوني ومتابعيني ومتابعين كل تكات نصره وحركات نصره. شيروا يا ولاد الفيديو يا ولاد، معلش يا ولاد، رغايه رغايه، اعمل ايه العظمه كبرت يا ولاد، كبرت. وده يا حبايب قلبي قرص البيض، القرص اللي انا عملته بمحتوى الكشري الاسكندراني، وحطيته كده من تحت الرز. شايفين القرص، شايفين؟ بس ممكن ما كنتش لازم احط البطاطس دي، بس ادينا حطيتها، قدر الله وما شاء فعل. وهنا كمان عملت شويه طماطم كده وحركات وفلفل وبتاع، شويته. وهنا يا اختي كمان عملت شويه شوربه خضار، شوربه خضار كده بالميه. ورحت جايبه يا ولاد ايه، فصين بصلايه وطماطمايه، وشوحتهم كده، وحمرت شويه شعريه وشويه حبان، وشوحت ورحت نازله عليهم بالخضار مشوحه، حاطه ميه مغليه، وعملت لهم شوربه. اعمل ايه، اقطع نفسي يا اختي؟ ايوه يا اختي اعمل ايه، ما الواحده لازم تمشي نفسيها. اللي ما عجبوش يا اخت الكشري الاسكندراني والتكه الجميله بتاعه الخاله نصره، يشربوا يا اخت شوربه. انا اعمل لهم ايه؟ كل يوم بسالهم يقولوا لي اي حاجه. ادينا عملت اي حاجه. وقولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو الجميل اللذيذ اللي انا تاني مره امسحه واعمله من اول وجديد. خلاص يا ولاد. وزي ما قلت لكم الاكله دي تمشي معاها الحلبسه اللي هي حمص البليله، بليله الحمص. تاخدوا بقى شويه شوربه كده، وتاخدوا معلقه من الكشري الاسكندراني الجميل ده، ويتحلوا كده بشويه الطماطم والبتنجان المشوي الجميل اللي معمول بالثوم والخل والليمون. وقولوا لي ايه رايكم في التكه الجديده الجميله اللذيذه دي. ويا رب يا رب ينتع الفيديو يقوم بالسلامه، عشان انا خلاص هشد في شعوري يا رب. امشي يا فيديو بقى. البطاطس دي عملتها في الحله اللي هي ولاد بتاعت فيليبس دي، حطيت عليها شويه بابريكا، هي مش محروقه، حطيت شويه بابريكا وملح وفلفل، وعملتها كده بندعه زيت. يا رب الفيديو ينتعوا بالسلامه يا رب.